اتفضل عرفني بنفسك. دكتور تأمين محمد، العيادة الخارجية التأمين الصحي ببورسعيد. احنا عملنا اضراب عن الطعام النهارده اليوم التاسع. انا واثنين دكاترة زمايلي. ملناش اي مطالب شخصية. المشكلة كلها ان احنا بدأنا نفتح ملفات فساد لمسؤولين كبار في التأمين الصحي. وبالتالي هم قابلوا ده بان هم بدأوا يضطهدونا وبدأوا يحاولونا تحقيقات وبدأوا يحاربونا بكل السبل. جمعنا الملفات الفساد دي والمخالفات بتاعتهم ورحنا لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عبد الرحمن السقا. قال لنا انا هحقق بنفسي في الملفات الفساد دي وفي الوقائع، ولو ثبتت صحتها بالتالي هتخذ اجراءات ضد المسؤولين بتوع فرع القناة. اتأكد من صحتها وعمل كل اللازم، بس اتضح ان هو بيتستر عليهم ولم يتخذ اي اجراءات، بالعكس عمل لهم مساندة، وبدأ هو كمان برضو يضرب فينا اللي احنا ازاي يعني فتحنا الملفات دي. فقررنا ان احنا يعني نعمل اضراب عن الطعام. احنا من يوم الخميس اللي فات، وليا زميلي من يوم الثلاث اللي فات، لا اللي قبليه. يعني دي الوسيله اللي احنا قلنا يعني المسؤولين يحسوا بينا فيها، يعني طالما ان احنا وصلنا لاكبر مسؤول في الهيئه واتضح ان هو متستر عليهم، فقلنا احنا يعني دخلنا في الاضراب ده لان لقينا كده كل السكك مقفوله، واحنا بنطلب وزير الصحه ولازم الموضوع يتحول نيابه عامه ويتخذ مجراه يعني الصحيح.